اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. النهارده هنحكي لكم عن الساعات المرعبه اللي عاشها الفنان احمد سعد بعد حادث سير صعب جدا، وحاله قلق كبيره بين جمهوره بعد نقله للمستشفى، وكلام مهم من زوجته واخوه عمرو سعد على اللي حصل بالظبط. تعالوا نحكي لكم القصه من الاول. القصه بدات بعد ما خلص احمد سعد احياء فرح في القاهره، وكان راجع على طريق العين السخنه، طريق هادي وزحمه قليله، واحمد بيسوق عادي جدا على كلام زوجته علياء بسيوني اللي اكدت انه ما كانش مسرع ولا متهور. لكن فجاه حصل اللي محدش كان يتوقعه. السياره تعرضت لحادث قوي جدا لدرجه ان الوسائد الهوائيه انفجرت، والصدمه خلت العربيه تتعرض لتهشم واضح في الواجهه الاماميه، واحمد سعد اتنقل فورا للمستشفى، وكان معاه زوجته واطفاله، وانضم ليهم شقيقه النجم عمرو سعد. ولان الاتصالات ما وقفتش لحظه، عمرو سعد قرر يكتب بيان رسمي على صفحته قال فيه: عذرا لكل الزملاء والاعلاميين لصعوبه التواصل حاليا، احمد سعد ان شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب جدا، قدر الله ما شاء فعل، دعواتكم لينا. الكلام ده زود قلق الجمهور جدا، وفي نفس الوقت نقابه المهن الموسيقيه دخلت على الخط. النقيب مصطفى كامل طمن الجمهور وقال انه متواصل مع عمرو سعد لحظه بلحظه، ووضح ان احمد بيعمل دلوقتي فحوصات كامله على الظهر والفقرات بسبب تاثير فتح الوساده الهوائيه اثناء الاصطدام، وان حالته مستقره وهيغادر المستشفى اول ما الاطباء يطمنوا تماما. واللافت ان الحادث جه بعد يومين بس من حفله الضخم في لندن اللي حقق حضور جماهيري كبير من الجاليات العربيه في اوروبا. الحمد لله على سلامته، وان شاء الله يرجع لجمهوره في اقرب وقت. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنونا دايما في كل جديد مع قناتكم ترندات وبس. سلام.